السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. لو تفتكروا عملنا نفس الطاج ونفس المكرونة دي، بس عملناها بالفراخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن المكرونة بالكبدة، بكبدة الفراخ، بطعمه تحفة تحفة. الكبدة واخدة ريحة في منتهى الجمال، مفيش أي زفارة. يعني منعا باتا في زفرة في الكبدة، طعمها في منتهى الجمال، ريحتها حلوة. وهقول لكم ايه السر وعملنا الكبدة دي ازاي، او الكبدة دي راحت في حتة تانية بسبب ايه. كل ده ان شاء الله هنقوله في الفيديو بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة كده علشان نعمل الصلصة، والله يا جماعة، الطريقة دي هي طريقة الشوارع، اللي احنا بنجيب منها ريحتها بتبقى مالية الدنيا كده على الطريق. هي دي نفس الطريقة بالظبط بالظبط، زي ما بقول لكم كده. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه. احط كده بصلاية مبشورة في طاسة كده على النار. احط ايه، او في حلة اللي انا هعمل فيها الصلصة بتاع المكرونة، لان المكرونة زي ما احنا متعودين مع بعض هتتحط في الفرن نية، مش واخدة نص سلقة ولا ربع سلقة حتى. هي هنحطها نية زي ما احنا بنشتريها. هي دي نفس الطريقة. هعمل ايه بقى؟ هحط بصلاية مبشورة في معلقتين تلاتة كده حلوين من الزيت، واسيبهم كده يتبلوا مع بعض. وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده، يعني في باقي الخطوات. هبدأ بقى كده اقلب البصل. حطيت مع البصلة دي يعني ايه، فص واحد كده من الثوم، ومعلقة صغيرة من الفلفل، او يعني فلفل اخضر مبشور كده او متقطع صغير. وهحط كده يعني معلقة كبيرة كده من الصلصة، وما كانش بصراحة عندي متوفر فاشتريت، بعت جبت كده الكيس ده من السوبر ماركت، بيعادل برضو معلقة كبيرة. بس طبعا نبص كده على مدة الصلاحية بتاع الصلصة بتاعتي. هبدأ بقى ايه، احط الصلصة وهقلب بقى الصلصة مع البصل. طبعا لازم نشوح الصلصة، في اي مادة دهنية لازم نشوحها علشان تطلع مادة الحفظ اللي فيها. لان احنا لو حطينا الصلصة في الطماطم كده مباشرة، او حطيناها في اي حاجة يعني مباشرة كده، بطعمها بصراحة يعني بيبوظ باقي الوصفة، ويكون طعمها سيء جدا. فلازم تتشوح، لازم تتشوح. انزل عليها كده بمعلقة صغيرة، او بتاعة يعني معلقة من بتاعة الاكل، خل. طبعا الخل ده هو اللي بيودي بقى صلصة المكرونة في حتة تانية خالص، وبيكون طعمها في منتهى الجمال. هعمل ايه بقى؟ هبدأ انزل بالطماطم على البصل وعلى الفلفل وعلى الثوم وعلى الخل والصلصة. هنزل بقى بالطماطم. الطماطم بتاعتي مفرومة كويس جدا ومش متصفية. وهبدأ بقى ان انا ايه، اسيبها بقى تتسبك كده على نار يعني هادية. وهبدأ بقى ان أنا اشتغل على العين التانية دي علشان اعمل الكبدة بتاعتي. هجيب طاسة على النار، هسيبها تسخن كده كويس. وبعد ما تسخن كده هحط فيها معلقتين كبار من الزيت، وهحط فيها فص مش حبهان، لا مستكة، اسفة مستكة، اللي هي البيضة اللي بتسيح دي. وبرضه فص حبهان، يعني انا مغلطتش، برضه فص حبهان وفص واحد قرنفل، يعني واحدة حبهان واحدة قرنفل واحدة مستكة. وهشوحهم في الزيت واسيبهم بقى مع نفسهم. ويا سلام لو عندكم حتة دهنة او حتة ليا، يعني ما اقولكوش بقى الكبدة دي هتبقى حلوة قد ايه. ولكن انا ما كانش متوفر عندي للاسف، فاستخدمت زيت. وما تستخدموش، لو استخدمت وصفة هتبقى مجرمزة كده ومش حلوة ابدا. فهو الزيت الطف حاجة بقى لو ما فيش ليا او ما فيش دهن. بعد ما شميت ريحة المستكة بقى مع ريحة الحبهان والقرنفل كده، والريحة الجميلة دي طلعت كده، هنزل بإيه بقى؟ هنزل بالكبدة. الكبدة بتاعتي مغسولة كويس جدا ومتصفية، ومحطوط عليها خل، وهي في المصفى. تمام، اهو حتى هي في المصفى هي قدامكم، يعني انا ما غلطتش ولا حاجه. في المصفى ليه بقى يا مروه؟ علشان الكبده لو غسلتيها باي سوائل وحطيتي عليها اي حاجه وهي في الحله، هتلاقي الدم اللي نازل منها فيها، والريحة مش بتروح. اما اهو في ايه بقى؟ في مصفى. ويا ريت تكون مصفى متخرمة من الأجناب، من جناب المصفى ومن الأرضية. ليه بقى؟ علشان كل السوائل تنزل كده في ثانية في ثانية، علشان الدم ما يعني ما يلزقش ولو للحظة في الكبدة بتاعتي،
ويكون ايه مش الطف حاجه. والحاجه الوحيده اللي انا يعني اكتر طريقه بفضلها لغسيل الكبده، ربع كوبايه خل، اقوم رشها عليها كده وهي في المصفى، و واقوم حاطه عليها معلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون مع الخل، واقوم ايه يعني مقلباهم كده في بعض، وبعد كده ابدا ان انا اشتغل بيها عادي. تمام. ولكن ده بعد ما بتتغسل من المراره، وبتتغسل من يعني من الحاجات دي بميه الاول وبدقيق وكل الكلام ده، دي بقى اخر غسله ليها. تمام. والكبده زي الخضار، يعني لو احنا بنقطع شبت وكزبره وكل الكلام ده، ما ينفعش نقطعه وبعد كده نغسله. طبعا بنغسله الاول وبعدين نقطعه. يعني الكبده لو احنا قطعناها مكعبات وبعد ما قطعناها مكعبات جينا نحط عليها ميه، بصوا بقى يا جماعة، والله لو غسلتوها بإيه، لو برفنتوها حتى وحطيت لها برفان، هتبقى ريحة الزفارة فيها برضو مش هتسيب. الكبدة تتغسل وهي مفيش فيها أي خدش، يعني الكبدة تتغسل وهي حلوة، مفيش فيها خدش ومقفولة. الغشاء اللي عليها دي أو الطبقة اللي هي الشفافة اللي احنا بنبقى نشيلها من على كبدة الكبدة البلدي دي، احنا بنجيبها من عند الجزار، مش بيكون فيها حتة كده وبنشيلها وبعد كده ناخد الكبدة اللي جوه، اللي هي أصلا تجمعات دموية. يعني هي الكبدة عبارة عن دم. تعالوا الاول اقول لكم احنا التتبيله اللي احنا عملنا دي ايه، وارجع اكمل لكم كلامي عن غسيل الكبده. حطيت قرن فلفل مبشور وفصين توم كبار مبشورين ومعلقه كزبره ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسود. بعد ما قلبتهم كده على بعض ومعلقه ملح، هحط على الكبده بتاعتي دي معلقه واحده من الخل، علشان بس اخد المزازه اللي انا بدوقها بره والطعم الحلو ده. وبعد ما احط عليها بقى الخل، هبدا بقى احط الايه، التتبيله اللي انا عملتها دي، اللي هي الفلفل والثوم والكزبره والكمون والفلفل الاسود والملح. اخد كده نص التتبيله، وهسيب معلقه كده صغيره احطها في الصلصه علشان يبقى طعم الكبده نفس طعم الصلصه. تعالوا بقى اكمل لكم الكلام عن غسيل الكبده. لو احنا قطعنا الكبده وبعد كده غسلناها، لو قطعناها مكعبات وبعد كده غسلناها، والله يا جماعة اوعوا تقطعوها مكعبات وتحطوا عليها مية، لان الموضوع بيكون يعني ترميها بقى احسن وتريحي دماغك. زيها زي الشبت وزي الكزبرة. لا، لازم هنغسلها الاول ويعني ولو احنا مربيين فراخ مثلا وبنغسلها او بنسلكها من المصارين او الكلام ده، نحاول ان هي ما تتقطعش وما تتخدش وما يكونش فيها اي حاجة، علشان لما بتتقطع طبعا والدم بيدخل جوه بيكون فيها ريحة زفار. تمام. دي كانت معلومتي يعني بسيطة جدا، وطبعا اكيد الكتير مننا عارف، ولكن في ناس يعني ممكن تكون تعدي عليها الحاجات دي. كلنا بنتعلم من بعض. هبدأ بقى اقلب الكبدة كده في التتبيلة الحلوة دي. الكبدة كده تبان من قدامكم ان هي لونها غامق، ولكن هي في الطبيعة حقيقي فاتحة ومش غامقة ابدا. وطبعا معلومة يعني عرفتها مؤخرا، ان لما بنحط للكبدة بقى فلفل اسود، يعني بنحط الكبدة فلفل اسود عشان ايه؟ عشان تكون ريحتها حلوة وعشان ما تكونش زفرة، وتكون ايه ريحتها حلوة كده. فهو كل ما بنكتر فلفل اسود اصلا في الكبدة، فهي بتسود من الفلفل الاسود اللي احنا بنحطه. وبنرجع نقول مثلا ايه، هي الكبدة اسودت ليه؟ او هي الكبدة كانت فاتحة وانا بحطها، لما حطيت البهارات مثلا اسودت ليه؟ طب لاحظوا كده، حطيتوها فاتحة وبعد ما حطيتوها قمت حاطين عليها فلفل اسود مع الغليان ومع التحمير، قامت مسودة شوية. وهو من الفلفل الأسود اللي احنا حطيناه كتير، هي رشة بسيطة أوي فلفل أسود هتشيل الريحة. وأدام الكبدة بتاعتك مغسولة كويس جدا يا ست الكل ومفيش فيها أي ريحة زفارة، فريحة الفلفل الأسود دي هتظبط الدنيا. إنما يعني انت لو شم فيها ريحة زفارة فده بيكون عيب من الغسيل نفسه يعني. كل الحاجات دي والله يا جماعة مش بقولها يعني، كل الحاجات دي حصلت يعني حصلت معايا، فانا اتعلمت منها وعارفة هي ازاي. تمام. حطيت الكبدة كده في أرضية الطاجن بتاعي، والطاجن دهنينه زيت زي ما انتم متعودين عليا، علشان لما اجي اقلبه كده اقلبه بكل سهولة. ولكن هو لو ما حطيتيش زيت برضه هو هينزل بسهولة، لأن الطاجن ده مطلي، مش طاجن اللي هو الفخار اللي بتاع زمان، في طبقة كده مطلية زي السيراميك يعني والجرانيت، ما بقاش يلزق عليها حاجة قد كده. هفرط بقى الكبدة في الطاجن كويس، يعني في القاع كده متساوي، علشان ايه ابدأ ان أنا ارص عليه المكرونة. ونصيحة بقى مني حصلت معايا برضو، المكرونة كده ايه، ما تجيبيهاش من العطار او من البقال وتقومي حطاها كده من الكيس على الكبدة على طول. ليه بقى؟ لأن المكرونة دي بيكون في واقع فيها منتجات أعلاف، لأن العطار أحيانا بيكون عنده يعني أعلاف من اللي بنحطها للطيور اللي احنا بنربيها،
واحيانا بيكون وقع فيها اي حاجة او عفر او ترابة او اي حاجة يعني. فالكبدة اللي احنا نجيبها من البقال دي او نجيبها من العطار ننخلها يعني، نصفيها نحطها في مصفى تكون خرامها واسعة، ونبدأ نهزها كده زي ما بننخل الدقيق رايح جاي، او نحطها على صينية وننسفها زي الرز، هتطلع حاجات كتير. لان كانت حصلت معايا قبل كده برضو، ولقيت في حاجات بتقرقش وحاجات غريبة. يا جماعة الوصفة مظبوطة وكل حاجة أنا عاملاها بإيدي وشايفاها. فالمكرونة تنخليها أو يعني ايه تشيلي، يعني تحطيها في مصفى كده، تهزيها يمين وشمال، تنزل كل حاجة فيها علشان ما تلاقيش حاجة كده مش لطيفة وتبوظ يعني عليكي كده الوصفة أو تبوظ مزاجك يعني وانتي بتاكليها. تمام. كل دي حاجات برضو بتفرق، يعني بتفرق جامد. هبدأ بقى ان انا اوزع الصلصة على باقي المكرونة، ونخلي طروف المكرونة باينة. يعني لو غطينا المكرونة قوي مع العرق ومع الكتمة اللي احنا هنعملها كده ونحطها في الفرن ما هتعجن مننا. فليه بقى نسيبها تعجن؟ هنسيب طروف المكرونة باينة كده زي ما انتوا شايفين. والصلصة بتاعتي مش مية قوي، الصلصة بتاعتي وسط، يعني لو سبتها ربع ساعة على النار يعني تبقى كده صلصة أقلب فيها مكرونة. تمام. دي كلها عوامل برضو بتخلي المكرونة بتاعتي ناجحة وزي الفل. هقلب الطاجن وهو لسه سخن لسه طالع من الفرن، هقلبه هيتقلب معايا بكل سهولة. مش القلب مش احترافية، هي المكرونة كده كده بتلزق في بعضها علشان هي كلها نشويات، فبتتقلب يعني بتتقلب وبتبقى حلوة وبتديك الشكل ده. سخنة باردة يعني في حاجات كده ايه، بنبقى نستناها تبرد شوية علشان تمسك. لا دي قلبتيها في اي وقت وبس بتكون بقى كده المكرونة بتاعتنا خلصت، سهلة بسيطة سريعة. يا رب اكون فدتكم ولو بحاجة بسيطة خالص، بس يا رب بقى الفيديو يعجبكم كده وتعملوا له لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.